السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نعمل مع بعض ام علي في البرد اللي احنا فيه ده باشكال وانواع مختلفة. يعني نبدأ مع بعض. انا معايا هنا جلاش. الجلاش ده كان عندي بواقي جلاش واتهرت كده في الفريزر فطلعتها. زي ما لو هي سليمة بقى ممكن نجيب الجلاش وندهنها بسمن بلدي كده وبعدين نقصقصها بالمقص. هي كده زي ما احنا شايفين مهرية، هحط عليها سمن بلدي سايح. كمية كويسة كده. يعني ده تقريبا ممكن يكون نص كيلو جلاش. يعني هو اقل من نص، حاجة بسيطة. مقلبه كويس كده مش نافع، فبعمله بايدي بقى، بفركه بايدي كده عشان السمنه تغلفه كله. بعدين بدخله في الفرن عادي بدون شوايه. بدخله عادي في الفرن وعلى درجه حراره عاليه، وكل شويه ان انا بقلبه. طبعا هو بيبقى ماسك في بعض كده، لما بتقلب خلاص بيفك من بعض. معايا برضو هنا رقاق. بجيب برضو سمنه. الرقاق بتاعي سليم فبدهنه بقى بالسمنه البلدي كده بالفرشه من الجهتين. بشبعه كده بالسمنه عشان يبقى طعمه وريحه حلوه كده بتاعت السمنه البلدي، تدي ام علي معانا طعم حلو. احنا هنعمل ام علي معانا بالرقاق والجلاش والملفيه. هنعمل 3 انواع، واحلى نوع ان شاء الله هقول لكم احلى نوع بالنسبه لكل واحد بيستطعم يعني الحاجه اللي بيحبها. كده بقى بنكسر الرقاق. انا عامله رقاقتين نكسره كويس، واجيب التانية كمان اعملها. وبعد كده برضه ادخله على الفرن جوه في الفرن برضه مع الجلاش ياخدوا لون. الرقاق بياخد لون شويه بدري قبل الجلاش، لان الجلاش بيبقى زي ما احنا شايفينه مكتل مع بعض شويه على ما يبدا يسخن ويفك من بعضه عشان ياخد لون. دي الرقاقه التانية. يعني ممكن ده حاجه طبعا مش مكلفه، احنا ممكن نشتري الرقاق ده حاليا. الرقاق الكيلو ب30 او 35، يعني احنا جايبينه دلوقتي ب35، وفي ايام بنجيبه اللي هو البلدي بتاعنا الفلاحي الكبير ده بنجيبه ب30. لكن ده اللي هو بيتعمل تقريبا مش بيتفرد على دقيق. تحس ان هو مش فيه دقيق من بره كده. ده جايبينه الكيلو ال35، ده بيقولوا اللي هو الآلي يعني. اهو كده ادخل الفرن بقى. وبعد كده بقى ده الملفيه. انا شارياه، بتجيب الملفيه من الفرن. ده تقريبا كانت قطعه، هي 3 وحدات تقريبا ب47 جنيه. اهي هوريهولكم من جوه برضو، تحس ان هو بتبقى الواحده تحس انها مورقه وفيها نسبه سكر كده شويه. انا اول مره اجيبه، اول مره اعمل بيه، وهقول لكم في الاخر افضل واحد ايه. انا طبعا مش عندي اللي هي الاطباق اللي هي الفخار ده. آه، فجبت الاطباق الفل دي، او ممكن في الايه الاطباق الفويل. او ممكن كمان نحط في بايركس صينيه المونيا. زي ما انت حابه. بس انا حبيت ان عشان ايه، عشان احط عليها اطعم مختلفه من بره. فحبيت ان اوزع في اطباق. بنحط تقريبا نص الطبق، نصه، عشان ما يبقاش مليان قوي برضه، عشان هو بيتحط عليه اللبن وبيشرب اللبن. بنكسره زي ما احنا شايفين. تحس انه فيه مسكر شويه مورق من جوه. كده عملت على قد الصاج. طبعا هو مش هينفع ان انا احطه مباشر كده في الفرن، فلازم احطه في صينيه علشان اعرف اتحكم فيه واطلعه. انا عندي المكسرات هنا عين جمل وزبيب وجوز هند. ما فيش مكسرات مش مشكله، بس يعني لو اولادك بيحبوهاش ما تحطهاش. عندي حليب مغلي وحطيت عليه عسل. قلنا نحلي بالعسل عشان عندي عسل وولادي مش برضو يستعملوه، فقلت احط لهم في الحاجات اللي زي دي. نبدا نحط بقى الحليب، حليب مغلي. يعني حطاه زي غليته وحطيته على طول عليه. معايا بقى اللي هي زبده بلدي اللي هي الجاموسي دي، حط على الوش. في ناس بتحط اللي هي الكريمه اللباني او القشطه. فانا متوفر عندي زبده جاموسي، واطعم واحلى كمان. ببدا اقطعها كده. طبعا الاطباق دي زي ما احنا شايفينها اللي هي حجمين، دخلتها بقى على تحت الشوايه على طول، شغلت الشوايه وحطيتها تحتها. هنا كده بقى الجلاش طلع والرواق كمان طلع. هبدا اوزعهم في الاطباق. الرواق جيب تقريبا في 3 اطباق. ناخد كل حاجه في الصينيه كده، معمول بسمن بلدي بقى ومتكلف. هنا بقى الجلاش، بصوا ساب من بعضه ازاي، فرفت من بعض كده. هيعمل معانا تقريبا 4 اطباق. ده التالت، وهنا الرابع. ام علي تحت الشوايه بتاخدش وقت، فيعني بتاخدش 5 دقايق وتلاقيها خدت لون. نبدا نحط المكسرات على الاطباق بتاعتنا نجهزها. وهنحط عليها كمان رشه قرفه، رشه بسيطه من القرفه كده تديها طعم حلو. انا نسيت اقول لكم انا حاطه على اللبن اسمه ايه، حاطه على اللبن اللي هو الفانيليا. نبدا بقى ان الاطباق اللي بتاعتي اللي هي طلعت من الفرن خلاص اهي، وابدا احط الاطباق التانية. حطيت طبعا فانيليا برضو عليها. بصوا كده نبدا نحط الزبده الفلاحي على الوش. بصوا لما بيطلع في الفرن بيبان برضو الرقاق، بيبان من الجلاش. اديها سمنه بلدي حلو كده. دخلتها تحت الشوايه. انا معايا صوصات دي انا جايباها حلوه، بس حلوه بجد. صوص شوكولاته
وصوص كراميل. بصوا بنحط صوص كده وبفرده بمعلقه عشان برضو يسيح عليها على الوش. ده صوص كراميل، حلو حلو جدا الصوص ده. وده صوص اللي هو القرفه، اللي احنا بنقول عليه لوتس، صوص اللوتس، تحفه برضو جميل. كده بقى الاطباق التانية كمان طلعت معايا هنا، اللي هي سما، اللي هي يعني اي شوكولاته قويه للدهن مكان نوتيلا. فانا هي الجو برد فهي ماسكه في بعضها، فعملت حطيت ميه وحطيت عليها طبق، بس ما لمسش يعني الطبق ما يلمسش الميه، عملت زي حمام مائي كده، وحطيت عليها معلقتين نوتيلا عشان يفك ويسيحوا معانا، عشان اعرف افردهم عليها. بصوا الاطعمه اللي احنا حاطينها دي مخليه طعمها حاجه تانية بجد، يعني هتعجب اولادكم جدا. انا بشجعهم طبعا عشان في اوقات ما بيحبوش الحاجه اللي فيها البان، فده بشجعهم ان هم ياكلوها. نبدا بقى نحط النوتيلا. في طبعا اولادنا، في ناس فيهم بتحب كميه الشوكولاتات، فالنوتيلا من ضمن الشوكولاتات نوتيلا. نحط اللي هي ماكستيلا حلوه برضو على فكره، بس سما بصراحه، سما حاسه انها احلى من ماكستيلا كمان. الصوصات مخليه طعمها بجد حلو. طبعا هي في ناس بتحبها وهي سخنه وطالعه من الفرن، بس بتبقى لسه باللبن بتاعها، فنسيبها لما تهدى كده وتشرب اللبن بتاعها كويس، تلاقي طعمها بقى احلى. وفي ناس بتحب سخن فتاكل، اللي بيحب حاجه ياكلها براحته، بس بجد طعمها احلى وهي لما تكون بارده. نوزع بقى اللي بتاع الشوكولاته عليها كويس، النوتيلا عليها كويس. نحاول نفردها كده انها بحيث انها تغطيها يعني. الصوصات اللي انا جايباها دي الواحده فيهم يعني الكراميل ب110، صوص الشوكولاته ب120، صوص اللي هو القرفه، بسكوت القرفه ب130، بس الواحده لتر يعني كيلو. تيجي ندوق بقى. دي جلاش، باين عليها ان هي جلاش، آه، جميله، حلوه على فكره. بس اللي مش بيحب النوتيلا يعني ايه هيلاقيها تقيله شويه. الساده بقى طعمها حلو. دي بقى رقاق، اللي انا باخد منها دي رقاق، مش قد كده بصراحه. يعني انا بالنسبه لي الجلاش لحد دلوقتي حلو. هندخل بقى على اللي هو الملفيه بصوص الكراميل، تحفه تحفه بجد. الملفيه احلى واحد فيهم، يعني الملفيه الاول وبعد كده بعده اللي هو الجلاش. هنا برضو ملفيه عليه اللي هو صوص القرفه، حلو برضو. دي برضو ملفيه عليها صوص شوكولاته كويسه. بس الكراميل كان احسن حاجه فيهم جوه الكراميل، وصوص الشوكولاته جميله، والساده حلو برضو، هيعجبكم برضو جربوه. المكسرات زي ما قلت حطوا المكسرات اللي احنا حابينها. لو عايزين ساده، اولادنا في حاجات في اوقات بيحبوش المكسرات، ممكن نعملها برضو ساده بدون مكسرات. من الاكلات الحلوه المدفيه في الشتاء. اتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.